الكيكة المالحة من ألذ وأذكى الخيارات للفطور أو للعشاء أو وقت العصر جنب كاسة شاي. كتير هشة وطرية وطعمها أكتر من رائع. أول إشي بنخفق 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة من الخل، بنخفقهم كتير منيح، وبعدين بنحط معلقة كبيرة من السكر وبنستمر بالتحريك ليدوب السكر. حنضيف علبة من الزبادي 150 جرام وبنستمر بالخلط، وبنضيف عليهم كمان نص كوب من الزيت النباتي ونص كوب من الحليب الدافي. وبعدين رح ننخل فوقهم كوب ونص من الطحين، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رش من الملح. بننخلهم كتير منيح مع بعض بهالشكل، وبعدين بنخفقهم لنحصل على هالقوام. وبصينية الفرن رح نصب عنا الخليط السائل بهالشكل، وحنبلش بالإضافات. الإضافات اختيارية، أنا أضفتهم فلفل ملونة، جبنة، زيتون أسود، زعتر وسماق. وبعدين على فرن حرارة 180 تقريبا نص ساعة، وهيك صارت جاهزة.